المهم في النهايه انا ماليش علاقه بثانويه عامه. من المأساة اللي بيعيشها الطلبه للاسف انه شاغل دماغه بالدروس والحجز، انا اسف، واصلي ومش عارف ايه وانا لازم ابدا من شهر 6، من شهر 7، من شهر نص. قلبي ابدا مع المدرسين لما يبداوا. الاجازه بدات بقالها فتره وانا مش عارف يعني اروح مع الناس اللي رايحين الساحل والسخنه واقضي الفتره ديت كلها على البحر وبلبط بلبيط، ولا اقعد بقى اهتم بالمذاكره وابدا في المناهج عشان لما اجي ابدا السنه اكون مخلص نص المنهج والحاجات الجميله دي. يعني اعمل كده ولا كده ولا ابقى في النص ولا اروح انام واستريح؟ استغل الاجازه ازاي؟ الفيديو دوت مهم جدا 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 ليك لو انت داخل ثالثه ثانوي او انت داخل ثانيه ثانوي. اما الناس اللي هم في ثالثه ثانوي دلوقتي اعانكم الله ويسر لكم كل عسير، اعملوا لايك للفيديو وروحوا كملوا مذاكره. الفيديو ده كلام مش ليك ان شاء الله فيديو بعد ما تخلص امتحانات ثانويه عامه باذن الله. اعانكم الله ويسر كل عسير. الساعة 3 الصبح والموبايل لسه شغال. الأجازة بدأت وانت فين منها دلوقتي؟ كل ليلة بتقول بكرة هبدأ، وبكرة بتيجي وانت لسه في نفس المكان. امتى هتبدأ؟ الشمس طلعت من زمان وانت لسه نايم على أحلامك. الوقت بيمشي من غيرك. في ناس صحيت الفجر النهاردة وقرروا بجد ان الأجازة دي هتكون مختلفة عن قبل. لما بترتب مكتبك بترتب دماغك وحياتك، وده بيبدأ بخطوة واحدة بس: استمتع لكن باستحقاق. الراحة الحقيقية اللي بتحس بيها بتيجي بعد الإنجاز. بعد 3 شهور في التجربة هتبقى أنهي نسخة؟ القرار دلوقتي مش بكرة. السمارت فون اللي في ايدك دوت عباره عن قنبله موقوته بتسرق عمرك وبتسرق هدوءك النفسي وبتلوث فطرتك السليمه وبتضيع وقتك وبتعمل حاجات سيئه جدا 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 في مخك وانت مش داري. اولا السوشيال ميديا اللي انت ما بتستفدش منها استفاده حقيقيه ارميها. فيسبوك، انستجرام، تيك توك. انا مش عارف التيك توك اصلا يعني ده المفروض في المزبله من البدايه يعني. الحاجات دي كلها، الشاتنج بقى والواتساب طبعا مش هتمسحه، بس ان انت تقعد تقضي عليه ساعتين 3 في اليوم، ولا انت تقعدي ليل نهار على الواتساب او الماسنجر بنكلم الناس وبنتواصل معاهم. طب يا دكتور على التليجرام عادي؟ لا مش عادي برضه. ما هو التليجرام ليه استخدامه الكويس، بس اي حاجه بتضيع وقتك ارميها خالص، حتى لو انت هتمشي بالتليفون بزراير. النقطه الثانيه وهي النوم. احساس ان انت تصحى بدري وتاخد اليوم من اوله وتستشعر نعمه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: بورك لامتي في بكورها. بعد كده تيجي في الظهريه كده في الوقت الحر دوت تقيل شويه تنام سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم برضه، وبعد كده تصحى العصر كانك لسه فايق وكانه يوم جديد وتكمل انجاز، وبعد كده تنام بدري. وجعلنا الليل سباتا، فتنام بدري وتصحى بدري وفايق ورايق والصلوات في ميعادها والفجر في ميعاده. يعني احساس كده للاسف. يعني انا عن نفسي هو حاسس ان الدنيا متلخبطه جدا معايا ومفيش نوم ثابت، بس لو في فتره انا كان نومي فيها ثابت فانا ببقى اسعد انسان في الدنيا واكثر انسان انجازا في العالم، او على حد علمي يعني بنجز كتير الحمد لله. فظبط الموبايل او ارمي الموبايل وظبط النوم علشان نقدر نتكلم في اللي جاي. فلو انا انصحك بحاجتين تبدا فيهم في الدين، هو الأربعون النووية، ان انت تحفظهم وتفهم معانيهم، لان هم يعني جامعين لمواضيع كبيره جدا في الدين، في 40 حديث وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالالوف يعني. والحاجه الثانيه هي اذكار في كتاب حصن المسلم، انت اكيد هتلاقيه موجود في البيت عندك اصلا يعني. وتاخد اجازتك. وليا نصيحه بقى بالذات طلبه تانية ثانوي، يمكن اولى ثانوي لسه شويه حلوين، لكن حضرتك يا سيدنا مش عايزك يعني تنجرف، عايزك تخلص امتحاناتك في تانية ثانوي، ثم لما تخلص امتحاناتك استمتع باجازتك، ما تشيلش هم ثانويه عامه. من المأساة اللي بيعيشها الطلبه للاسف انه شاغل دماغه بالدروس والحجز، انا اسف، واصلي ومش عارف ايه وانا لازم ابدا من شهر 6، من شهر 7، من شهر نص. قلبي ابدا مع المدرسين لما يبداوا، وما تخافش، ده احنا طلبه ثانويه عامه بنيجي في نص السنه ونقول لهم تعالى يا قلبي الدنيا حلوه. بس ثانيه، انا ما بقولكش ان انت تتكاسل في البدايه، انا ما بقولش كده خالص. كل ما تبدا صح كل ما انت هترتاح طول السنه وانت شغال وهترتاح في الاخر. بس انا بقول لك ما تتسربعش. فانت بدات في نص 8 يبقى خلاص ما قبل ذلك انا مريح دماغي، استمتع بالاجازه. ونص 8 اشتغل، بدات في اول 9 مع المدرسين بتوعك بداوا في اول 9 مثلا، يبقى استمتع. بداوا في قبل نص 8 حاجات بسيطه، يبقى قبل ده انا بستمتع بوقتي، او انا بتعلم حاجه، بحفظ بقى قران، بحفظ حاجة.
المهم في النهايه انا ماليش علاقه بثانويه عامه. ما تفضلش شاغل دماغك، عشان ليه؟ الارهاق الذهني هيخليك تفقد الشغف اللي احنا بنسمعه بعد اول اسبوعين، فتقول انا تعبت ليه؟ لانك شاغل دماغك من الاول. فدي نصيحتي، لو انا هنصحك هقول لحضرتك لحد لما نلتقي ان شاء الله باذن الله عما قريب هقول لك ان انت ما تشغلش دماغك بثانويه عامه في الفتره اللي لحد قبل ما تبدا. مالكش دعوه، ما تفكرش في اي حاجه. الكتب هتلاقيها موجوده وقت ما تقرر تبدا، المدرسين هتلاقيهم موجودين وقت لما تقرر تبدا معاهم، لانك لو بدات بعدهم هتقابلك مشكله ان انت ساعتها هنفضل بقى نضغط نفسنا. انا بقول لك هتبدا معاهم عادي، لكن ما قبل ذلك ما تنشغلش. خلاص اتفقنا؟ طيب بس علشان انا شخص استهلاكي وشخص عايز اروح ورايح على السرير ما بنزلش. بس دلوقتي هنزل ان شاء الله. انا بقول لك الكلام ده وانا ناوي اعمله ان شاء الله. تمام؟ فسافر واتحرك واخرج. انت مش شجره، مش شجره والله. يلا ندخل على جزئيه تانية. طيب خلينا ننتقل لناحيه تانية، وهي جزء فيه متعه اكتر، وهو ان انت اخرج سافر. يعني لو انت هتروح مع اصحابك مثلا، هتطلعوا طلعه كده، انت مثلا من القاهره، يلا هنطلع يوم اسكندريه ونلف في اسكندريه. طبعا مش هنعمل حاجه تغضب ربنا، ولا هنروح نعاكس بنات، ولا هنقعد نتكلم كلام ما ملوش لازمه، ولا هنجيب في سيره حد. لا، طالعين واحنا طالعين بنقول دعاء السفر، وبننوي نيه كده ان احنا بنقوي علاقتنا ببعض ورايحين مكان يعني نروح فيه عن نفسنا ونشحذ الهمم كده تاني. فبالله عليكم يعني انت ممكن تستمتع جدا 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 وانت ما غضبتش ربنا عادي. يعني مش لازم أن تفجر عشان تستمتع. فسافر واتحرك وروح اماكن جديده. وحتى في القاهره، والله الناس اللي عايشه في القاهره والجيزه او في الاقاليم، انت محافظتك نفسها فيها حاجات كتير انت ما رحتهاش يا اخي. شط النيل اللي عندك على بعد 2 كيلو دوت، روح اقعد هناك وشوف الغروب هناك. والله العظيم الموضوع انت فايتك حاجات كتير. والكلام ده برضو انا بقوله لنفسي، لانه وانا معدي بالعربيه كده مره وبشوف الغروب، ياه لو انا قاعد هنا على الكوبري مثلا وقت الغروب، اظن ان انا نفسيتي هتبقى احسن.